السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسميا تم الإعلان عن الدين الإبراهيمي الجديد، والله ورسوله بريء من هذا الخلل. قال الله تعالى الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونبي الله إبراهيم عليه السلام بريء من هذا الخلل. قال الله تعالى الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان الأمر من سنوات سر جدا وبيتم إنكاره في كل مناسبة. بعدها بدأ الإعلام العالمي يتكلم عن الموضوع ده بهدوء، واليوم تم الإعلان مرة واحدة كده عن الدين الجديد. واوعى تفكر إن عدو دينك ممكن يعلن ليك كل اللي في قلبه كده مرة واحدة، لا والله أبدا. لازم ياخدك واحدة واحدة على الهادي كده، وفي اللحظة المناسبة يعلن عن هدفه. وطبعا حضرتك بتكون هادي نسبيا لأنه ما فاجأكش كده مرة واحدة، بل على عدة مرات. الدين الجديد ده عبارة عن مكان واحد بنته الإمارات، جمعت فيه عقائد الإسلام والنصرانية واليهودية، وتقريبا كده معاهم معبد بوذي ومعبد هندوسي. والمعبد البوذي فيه الصنم بوذا، والمعبد الهندوسي فيه البقر اللي الهندوس بيعبدوها. والكلام المعلن ان المجمع ده علشان التسامح الحضاري وكده يعني. وطبعا كلامهم انه نوع من التسامح الحضاري ما هو الا كلام مرحلي لحد ما اعصاب الناس المشدودة تبرد كعادة العرب، وبعدها يعلن لك بعد كده عن كل حاجة. الناس دي مش بتلعب وبتدرس كل خبر قبل إعلانه ومحتوى إعلانه وطريقة الإخراج والتصوير وانتشار اللجان الإلكترونية اللي هتسوق الحدث للناس وامتصاص الغضب بتاعهم. وطبعا الموضوع بعيد جدا عن حدوتة التسامح والكلام الكبير ده، لأن العرب والمسلمين حاليا في عز ضعفهم وانكسارهم ومش محتاجين يعملوا تسامح مع حد، لأنهم كده كده بمزاجهم أو غصب عنهم عاملين تسامح، بل ركوع للغرب إن صح التعبير. ومش عارف ليه عاوزين يوحدوا الديانات كلها في شيء واحد. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين في العقائد وفي اللغات وفي الفكر وفي الجنس وفي اللون وفي الغنى والفقر. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى يرى إن تجميع الناس كلهم في دين واحد ما كان يمنعنا منه إن رأى الله عز وجل فيه الخير لخلقه. وسبحانه هو القائل في الآية 118 من سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني اختلاف الناس ده إرادة وحكمة ربانية لابد إنها تستمر مهما فعل الخلق لتغيير ذلك. الله أراد، فمن أنت لتغير ما أراد الخالق سبحانه جل وعز. وهو سبحانه القائل: وقوله حكم فصل لا راد له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ولو شاء كان خلق كل الناس مؤمنين، وما فيش حد مخلوق ولا نبي ولا رسول يمكنه أنه يكره الناس على الإيمان بالله، ولكنه توفيق ربنا سبحانه وتعالى ورحمته لبعض خلقه أن جعلهم موحدين. ودي نعمة كبيرة جدا نعجز كلنا إننا نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. ولو فضلنا ساجدين ليل نهار العمر كله نشكر ربنا على نعمة التوحيد ما شكرناه حق شكره. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وربنا سبحانه وتعالى قال في نفس السورة مباشرة: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يعني أي نفس آمنت كان ذلك بإذن الله وتحت سمعه وبصره وبإرادته، وليس خارجا عن ذلك شبرا ولا ذراعا. لكن من كلمة لكن دي أنا محتاج منكم التركيز بالله عليكم في اللي جاي، محتاج قلبك وسمعك في الكلمتين الخلاصة اللي جايين. صلوا على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. حابب أعرفكم أن كل مرحلة في تاريخ أي أمة سابقة في التاريخ، كل مرحلة فيها علو وارتفاع لازم بيجي بعدها كفر وطغيان، وأقل حاجة
انحراف عن الدين. طيب ايه دليلك على الكلام ده؟ وايه علاقة الموضوع ده بموضوع البيت او الدين الابراهيمي؟ تعالوا نتكلم ونتعلم من بعضنا. لما قوم نوح عبدوا الاصنام، ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم ايه؟ ارسل لهم نبي الله نوح عليه السلام فكذبوه. ايه اللي حصل بعد كده؟ اغرقهم الله بالطوفان. حتى ابن سيدنا نوح عليه السلام لم تنفعه صلة الابوة اللي بينه وبين نبي الله، وغرق مع قومه. وبعد الطوفان كان أول قوم عبدوا الأصنام مين؟ أيوة، قوم عاد. فأرسل الله لهم نبيه هود عليه السلام. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كان ردهم عليه إيه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ولما كذبوا نبي الله هود، ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم إيه؟ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. طيب القصة المشهورة قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. ولما قوم إبراهيم عصوا رسولهم، والقصة المشهورة بين إبراهيم والنمرود الجبار، ورمى إبراهيم في النار ونجاه الله، فكانت عاقبة قوم إبراهيم الهلاك والفناء، وشاع نور التوحيد بعد ظلام الكفر. طيب مين بعد كده لهم السبق والشهرة في آخر الزمان ورجعوا بعد كده عبادة الأصنام؟ تمام كده، قريش في الجاهلية. طيب مين أول واحد دخل عبادة الأصنام إلى مكة وإلى بيت الله الحرام؟ تمام، عمرو بن لحي الخزاعي، ويكنى بأبو الأصنام، لأنه أول من أدخل الأصنام إلى بيت الله الحرام، وكان أول مسمار زرع ابن لحي في ظهر التوحيد الخالص. خد بالك، قبل أصنام ابن لحي كان الناس على التوحيد مفيش فيهم كفار. كانت إيه بقى النتيجة بعد كفر الناس وعبادة الأصنام؟ أرسل الله لهم نبيه الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكانت نهايتهم إلى الأبد، ومن بعدها لم يعبد صنم في بيت الله الحرام ولا في الجزيرة العربية كلها، إلى أن جاء اليوم أمر إعلان الديانة الإبراهيمية الجديدة والبديلة عن الإسلام. واوعى تصدق أي كلام مزوق ومزيف غير كده، لأن مفيش حد هيقولك إننا جايين نغير ليك دينك. لازم ياخدك على الهادي كده لحد ما يورطك وياخد منك دينك واحدة واحدة وبمزاجك انت مش بمزاجه هو. واسألوا الله التثبيت والثبات على الحق المبين. والموضوع الديانة الإبراهيمية أو خلاط الديانات ده قصة شبيهة في الدولة الإسلامية في الهند. شخصية جلال الدين أكبر، واللي كل ملحدين العالم بيحبوه، وكل كفار العالم من هندوس وبوذيين وكل عباد الأصنام، وأضف لهم اليهود والنصارى بيحبوه حب كبير قوي. طيب ليه؟ نقول لك ليه. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى خده وعمره تقريبا 50 سنة. كان جلال الدين أكبر عمره 13 سنة حين وفاة أبوه السلطان همايون، واستطاع قائد الجيوش الإسلامية بيرم خان رحمه الله أن يحفظ الدولة الإسلامية حتى يكبر جلال الدين محمد ويباشر الحكم بنفسه. كبر الموكوس وبقى زي الفحل كده. وفي بداية الأمر أظهر جلال الدين أكبر تمسكه بالإسلام وإقامة السنة والتودد إلى العلماء وطلبة العلم. ولكن عندما مرت السنين بدأ جلال الدين أكبر يخضع تحت تأثير الروافض والنصارى والهندوس، وحدث في أرض الهند أمور لم تحدث من قبل قط. اخترع جلال الدين أكبر دينا جديدا وسماه الدين الإلهي، جمع فيه بين الهندوسية والإسلام والنصرانية وضربهم في خلاط واحد كده، وأرغم الناس على اعتناق هذا الدين. وأقام جلال الدين أكبر علاقات صداقة مع الهندوس والنصارى وتزوج منهم وأعلى مراتبهم. وانغمس جلال الدين أكبر في الشهوات والملذات حتى أنه كان يفعل الفاحشة وخدمه يعزفون الموسيقى من خلفه، وأحيانا يكون مع جلسائه ويفعل ذلك. وانتشرت البدع بطريقة كبيرة جدا، واندثرت السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وظهر في الهند علماء ربانيون يدافعون عن هذا الشر المستطير عن الأمة، ولكن كان مصيرهم إما النفي أو القتل. وانتشر الرفض والتشيع تحت عباءة الصوفية التي زاد ضلالها أيام جلال الدين أكبر. ولم يكتفي الخبيث بهذا، بل أعلى مراتب الهندوس والنصارى على حساب المسلمين وأسقط عنهم الجزية. وحقيقة مساوئ هذا الخبيث عليه من الله ما يستحق كثيرة جدا جدا، وكانت أيامه وبالا على الإسلام في الهند. وطبعا كده انتوا عرفتوا ليه جلال الدين أكبر بيحبوا كل كفار العالم مجتمعين حتى يوم الناس هذا. وللأسف كتير من شباب الأمة مفتون بجلال الدين أكبر، خصوصا بعد الأفلام الكتيرة اللي اتصرف عليها مئات الملايين من الدولارات واللي كانت كفيلة بإشباع كل جوع الهند. هلك جلال الدين أكبر عام 1605 ميلاديا بعد أن أفسد عقائد المسلمين في الهند، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما أرسل نوح عليه السلام بعد ظلام الأصنام والكفر، وبعدما أرسل هود عليه السلام إلى قوم عاد وانتصر أيضا نور التوحيد على الكفر، وبعدما أرسل إبراهيم الخليل إلى قومه وانتصر عليهم التوحيد، وأخيرا الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي محى ظلمات الأصنام والكفر بالإسلام الحنيف. والخلاصة خد بالك من نفسك ومن دينك، لأن الفتن شديدة جدا جدا والمغريات كثيرة أكثر مما تتخيل. خد بالك من أسرتك ومن أولادك، انشروا التوحيد الخالص، حذروا الناس من الانحراف عن دين الله، عرفوهم أنه لو كان في بناء البيت الإبراهيمي خير كان فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده، لو كان في خير كان بناه هارون الرشيد ولا صلاح الدين الأيوبي، لو كان في خير كان بناه حكام الأندلس المسلمين بما أنهم كانوا عايشين وسط نصارى. ولو كنت فاكر ان عقائد العالم كله هترضى عن الإسلام والمسلمين تبقى انت مغفل. وبص على الحروب الصليبية واحتلال القدس ومحاكم التفتيش في الأندلس وانت تعرف بيبصوا لكم ازاي. وبصوا على الهندوس والبوذيين بيعملوا ايه في المسلمين في الهند والصين وانت تعرف دول هيرضوا عنكم ولا لا. بصوا لفلسطين والأقصى المحتل، هل اللي محتلينه دول ممكن يكون فيه بينكم وبينهم في يوم من الأيام مودة؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله كان بيقول مقولة جميلة جدا: من رضي عنه اليهود والنصارى فقد خرج من ملة الإسلام. والله جل الله قالها من قبل ذلك: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالله في التمسك بالدين، عضوا عليه بالنواجذ، فلا شيء أغلى من التوحيد. قد أفسدوا علينا دنيانا واحتكروها لهم، فلا تجعلوهم يفسدوا عليكم آخرتكم. وأبشروا فلن ينالوا والله من الإسلام قدر أنملة، وستبوء مخططاتهم بالفشل، وسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالإسلام إذا حاربوه اشتد وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد وهو غني عمن يرتد، وبأسه عن المجرمين لا يرد، وإن كان العدو قد أعد فإن الله لا يعجزه أحد. فجدد الإيمان جدد، ووحد الله وحد، وسدد الصفوف سدد. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو ذهبنا نحن ومن بعدنا وظنوا أن الساحة قد هيئت وسنحت لهم فلا والله لن يحدث. فدين الإسلام أنزله الله ليسود، وهو أجل وأعلى وأعظم من أن يضره أحد قدر أنملة. ديننا كالشمس، إن غربت في جهة طلعت وسطعت من جهة أخرى، ولا تزال طالعة وساطعة. وإن مات فرد من أفرادها أقام الله من المسلمين من يجبر النقص ويسد الثغرة. إن في هذه الأمة مقدرة عجيبة على تعويض النقص الذي يطرأ عليها، وكلما تبدلت الدول وذهب الرجال جاء الله تعالى بمن يقيم الملة ويصلح ما فسد وعوج. إذا مات فينا سيد
سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. هذه أمة عجيبة معطاء ولود، إذا سكت منها صوت خلفه ألف صوت. وإذا مات عالم أو طالب علم أو داعية أو مجاهد أخلف الله في الأمة كذلك. وهذا الوعد من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يزال يبعث فيها من يجدد لها الدين. فأبشروا يا أعداء الدين ولا بشرى لكم، فلا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة. فكم بادت نخيل في البوادي ولكن نخلة الإسلام تنمو على مر العواصف والعوادي. هذا وعد ولا يخلف الله وعده، ولكن المنافقين لا يعلمون. يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا. ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا، قادت بأيديها العدا أسرى وتأبى أن تقادا. إني لأقصر روحها فأرى بها السبع الشدادا، والغيب والتاريخ تحت ظلالها وجدا مهادا. وأرى النبي وجنده حملا لها ماء وزادا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.